عاوز يالا يا مالك؟ عايز فلوس عشان اشتري كوره واقعد بيها انا واصحابي. مش معايا فلوس يالا يا مالك. مش معاك فلوس ايه يا محمد؟ ده انت الناس كلها بتقول عليك ان انت اغنى واحد في مصر. في ايه يا سما؟ ما تقولي ما شاء الله، انت هتحسديه؟ لا انا مش حسوديه، احسده على ايه يعني؟ خلاص اسكتوا ما تصدعونيش. خد فلوسها يالا يا مالك، روح اشتري اللي انت عاوزه. شكرا يا محمد يا اخوي، ده انا هجيب العاب كتير قوي واخربها. استنى يا محمد، ما تديش فلوس لمالك اخوك وحطني في جيبك تاني. لا مش هحطك في جيبي تاني، مالك اخويا عاوز فلوس وانا هوديك ليه؟ اخوك هيصرفني في حاجات هايفه، اخويا مالك يعمل اللي هو عاوزه. هو اخوك بيكلم مين يالا يا مالك؟ مش عارف يا سام، انت بتكلم مين يا محمد يا اخويا؟ استنى بس يالا يا مالك، انا نفسي اعرف بس انت مش عاوز ندي الملك اخويا فلوس ليه؟ حط الفلوس في جيبك تاني يا محمد، احسن لك بدل ما احرمك منها واخليك فقير. حاضر. هات الفلوس يا محمد يا اخويا، انت في جيبك تاني ليه؟ ما معيش فلوس يالا يا مالك، يلا خد اصحابك دول ويلا امشي من هنا، ماليش ناقصاك. ده انت طلعت بخيل يا محمد والله، مستخسر في اخوك 100 جنيه. مالكيش دعوه انت يا بنت يا سما، وما تدخليش نفسك في اللي مالكيش فيه. في يا عم محمد، انت بتعصب علينا كده ليه؟ هو انت عشان بقيت غني هتدوس علينا وكمان هتعملنا وحش؟ وانت مالك انت يالا؟ ده انتوا عيال برد قوي. هو محمد اخوك ماله كده يا مالك؟ هو في ايه؟ انت مش عاوز ندي فلوس لمالك اخويا ليه؟ مالك اخوك بيصرف فلوس كتير قوي وانا ما عادش عاوزك تديله فلوس. ازاي يعني؟ انا لازم اديله فلوس؟ هو انا هبقى غني كده وخلاص؟ هعمل قبل الفلوس يعني؟ احنا اللي مخليينك تبقى غني، فعلشان كده مش عاوزينك تصرف الفلوس في حاجات هايفه. انا مش عاجبني العيشه اللي انا عايشها دي، لو ده هتبقى حياه الاغنياء فانا مش عاوز ابقى غني. لو ده هيبقى قرارك يبقى انت من النهارده هتبقى فقير، وهخلي اصحابك كلهم اغنياء وانت عدوي. طز في كل ده، انا مش عاوز ابقى غني. احنا هنختفي من حياتك وهنشوف حد يحافظ علينا غيرك. سلام. ايه ده؟ الفلوس راحت فين؟ الفلوس كانت في ايدي. ايه ده؟ كل الفلوس اللي في جيبي راحت فين؟ يا نهار اسود، الفلوس كلها اختفت. يعني ايه؟ يعني انا كده خلاص ما عادش هيبقى معايا فلوس وهبقى فقير؟ يا ترى انا هعرف اعيش عيشة الفقر دي تاني؟ هعمل ايه دلوقتي بس يا رب؟ ده انا ما معيش ولا جنيه. انا عرفت انا هعمل ايه. انا في عربية كنت شاريها، هروح ابيعها واخد الفلوس بتاعتها عشان اعرف اعيش بيها. ايه ده؟ العربية مش عايزة تفتح ليه؟ ايه ده؟ في ايه؟ العربية مش عايزة تفتح. انا مش هفتح لك العربية، انت خلاص العربية دي ما عادتش بتاعتك. يا نهار اسود، حتى العربية اخدتها مني. اعمل ايه بس يا ربي؟ انا كده بقيت فقير خالص، اخدوا مني الفلوس والعربيه وكل حاجه. بت يا سما، ايه يا احمد يا اخويا؟ انت كنت فين انت واوك؟ كنت بلعب انا واوكا ومالك يا احمد. محمد من ساعة ما بقى غني يا احمد هو بيعاملنا وحش. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ما تفهموني. مالك اخو محمد راح لمحمد يجيب منه فلوس عشان نجيب كوره غير ديت لان دي اتقطعت، فلما رحنا لمحمد قعد يزعق لنا وقعد يشتمنا مش عارفه ليه. طب ما انا قلت لكم محمد ما عادش بيحب حد فينا من ساعه ما بقى غني. فعلا يا احمد عندك حق، محمد بقى وحش وكمان بقى اناني. سيبك منه بقى يا اوكا، تعال احنا نكمل لعب. يلا بينا يا سما. هي الدنيا جرالها يا جدعان، هو الواحد لما بيبقى غني كده بيجي على اصحابه؟ ربنا يهديك يا محمد. ايه ده؟ انا جيبي تقلت ليه كده؟ يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا الفلوس دي دخلت جيبي امتى؟ يعني كده خلاص
كل الفلوس اللي معايا راحت والعربية راحت وهرجع فقير تاني. يا شماتة صحابي فيا هيتريقوا عليا وكله هيقعد يتريق عليا ويقولوا لي يا فقير. ايه ده؟ انت ماشي تكلم نفسك ولا ايه يا محمد يا اخوي؟ سيبني في حالي يالا يا مالك، انا فيا اللي مكفيني. طب قول لي مالك في ايه؟ انا خسرت كل فلوسي يالا يا مالك، خلاص بقيت فقير. انا مش فاهم حاجه يا محمد يا اخويا، فلوسك خسرتها ازاي؟ يعني خلاص ما عادش معايا ولا جنيه، بقيت على الحديده، بقيت مفلس. طب اهدى بس يا محمد يا اخويا، طز في كل حاجه، ما تضايقش نفسك. سيبني في حالي يا مالك، خلاص ما عادش ولا هنروح النادي ولا هنروح في اي حته ولا عدنا هنخرج من البيت، خلاص بقينا فقراء. لا اله الا الله، بعد ما كان محمد اخويا اغنى واحد في مصر بقى فقير وبقى ماشي يكلم نفسه. ايه كل الفلوس دي؟ انا بقيت غني، انا مش مصدق نفسي. ايوه بقيت من اغنى اغنياء العالم ولازم تسمع كلامنا. حاضر، انا هسمع كلامكم بالحرف الواحد. انا عايزك دلوقتي تروح لمحمد جبة وتعرفه انك بقيت غني وتضايقه. حاضر، انا هعرف المدينة كلها ان انا بقيت اغنى واحد في العالم. اهم حاجة الفلوس تصرفها في حاجات مهمة مش حاجات هايفة. حاضر، تعال لي يا محمد، انا مش هسيبك النهارده. اوكا سما، شفتوا اللي حصل في محمد اخويا؟ في يا مالك حصل له ايه؟ محمد اخويا خسر كل فلوسه وبقينا فقراء تاني. خسر كل حاجه ازاي يا مالك؟ انا مش فاهم حاجه. انت جاي تشتغلنا ولا ايه يا مالك؟ والله العظيم محمد اخويا جالي دلوقتي وكان عمال يعيط عشان هو خسر كل فلوسه. احسن، يستاهل كل اللي بيحصل فيه. انا جاي كده شمتان فيه. انت هبل يالا يا اوكا ولا ايه؟ ما تظبط كلامك كده. الصراحة كده يا مالك اوكا عنده حق، اخوك لما كان غني كان بيقعد يتكبر علينا، كويس ان هو بقى فقير. والله انتوا شكلكم اتجننتم انتوا الاتنين، شمتانين في محمد اخويا. ايوه شمتانين فيه وما عدناش بنحبه. لو انت يا مالك فضلت تتحمله احنا كمان مش هنحبك. عنكم محبتون ان شاء الله محمد اخويا هيرجع له كل فلوسه ومش هيبص لاشكال زيكم. طب يلا يا مالك امشي من هنا عشان ما نزعلكش. محدش هيقدر يعمل معايا حاجه، وروني هتزعلوني ازاي. لا والله. طب تعالى بقى، والله العظيم لا مكسر عظمك. عايزين تضربوني؟ والله لا انا موريكم. يلا يلا يا خواف، خد يلا، طلعت تجري ليه؟ كويس انك جيت يا محمد. تعال هات لي مسلسل اللي هو بتاع الولع على كلاي ده لاني مش عارف اجيبه. سيبني يا بابا والنبي، انا مش طايق نفسي وماليش مزاج اعمل اي حاجه. فيا يا محمد مالك؟ انا خلاص يا بابا، انا ضعت، خسرت كل فلوسي وخسرت كل حاجه في حياتي. انا مش فاهم حاجه، الله يخرب بيتك. انا كل حاجه راحت مني يا بابا، الفلوس بتاعتي راحت اختفت وحتى العربيه، كل حاجه راحت مني. انا خلاص كلنا رجعنا للفقر تاني. يا نهار اسود، الفلوس كلها راحت قبل ما تجيب لي البلاي ستيشن اللي انا كنت قايل لك عليه. يعني انا يا بابا بقول لك حياتي اتدمرت وفلوسي كلها راحت وعربيتي برضو راحت، وانت تقول لي ما جبتليش للبلاي ستيشن قبل ما فلوسك تروح؟ تصدق بالله انك راجل هايف. يا ابن الكلب يا واطي، بقى انا راجل هايف بتشتمني؟ والله يا بابا ما كان قصدي، طلعت من بقه والله من غير ما اقصد، الحقوني. وحياة امك ما اسيبك يا ابن الكلب، بتشتمني؟ بقى انا راجل هايف. ماشي يا محمد لما تجيلي البيت يا ابن الكلب. ايه ده؟ في ايه يا محمد يا اخوي؟ انت نازل من على السلم جري كده ليه؟ ابوك لو شافنا هيموتني يا مالك. طب ليه بس يا محمد يا اخويا؟ هو حصل ايه؟ ابوك عصبني يا مالك يا اخويا، وقعد يقول لي كلام هايف كده، فقعد يقول لي انت ما جبتليش البلاي ستيشن الفايف ليه قبل ما تخسر فلوسك، فتعصبت وقمت قايل له انت راجل هايف. يا نهار اسود، ايه اللي انت قلته ده يا محمد يا اخوي؟ ابوك لو شافنا هيموتني يا مالك. انا مش عارف والله اقول لك ايه يا محمد يا اخوي، ربنا معاك. مش عارف بقى، بابا هو اللي عصبني. ايه يا محمد يا فقير، خسرت كل فلوسك ورجعت للفقر تاني؟ ايه ده؟
انت عرفت منين يا احمد ان اخويا خسر كل فلوسه وبقى فقير؟ علشان فلوسه وكل حاجته بقت معانا دلوقتي، وبقيت اغنى واحد في العالم، وحتى العربيه اللي كانت معاه بقت ملكنا دلوقتي. طز، مش عاوز ابقى غني، انا عشت عجباني كده. وانا مش هحلك يا محمد، ولازم اذلك واعلمك الادب. انت اخدت فلوس محمد اخويا ازاي يا احمد؟ هم اللي جولي يا مالك وقالوا لي ان هم بعدوا عن محمد. قالوا لك ازاي؟ هي الفلوس بتتكلم ولا ايه؟ اسال اخوك ده وهو يقول لك. سلام يا فاره. هعمل ايه دلوقتي يا ملك يا اخويا؟ هطلع البيت ازاي؟ سيبك من البيت دلوقتي يا محمد يا اخوي، قول لي بس هي الفلوس بتتكلم ازاي؟ انا هحكي لك على كل حاجه يا ملك يا اخويا. انا اتلقيت شنطه فلوس سحريه، والفلوس دي هي اللي كانت مخلياني غني، وكانت مخليه كل الناس بتتكلم عليا. فالفلوس دي طلبت مني ان انا ما عادش اصرف اي فلوس، وما كانتش عاوزاني ادي لك اي فلوس. فانا اتضايقت واتعصبت وقلت انا مش عاوز ابقى غني، فهم قاموا مختفيين من معايا وبقيت فقير. يا نهار اسود يا محمد يا اخويا، انا مش مصدق اللي انا بسمعه ده. هو في فلوس بتتكلم؟ بنت يا سما، انت بتلعبي كوره مع الواد ده ليه؟ افرضي كسرك دلوقتي. انا واوكا بنلعب كوره يا احمد، مش بنكسر بعض ولا حاجه. في ايه يا عم احمد؟ انت بتكلمني كده ليه؟ اسمي احمد بياله، انا بقيت من اغنى اغنياء العالم دلوقتي. انت جبت الفلوس دي كلها منين يا احمد؟ ما تقلقيش يا بنت يا سما، كل الفلوس دي بتاعتي، وهجيب لك كل اللي نفسك فيه. هي الناس دي بتجيب الفلوس دي منين؟ طب ما تجيب 1000 جنيه كده يا احمد، اروح اشتري بهم شويه لعب انا واوكا عشان نلعب بيهم. 1000 جنيه بس؟ انا هجيب لك 5000 جنيه يا بنت يا سما علشان تجيبي كل اللي نفسك فيه. ايه ده؟ كنت متأكد انك عاوز تضيع الفلوس في الهيافة. خليك فقير. استر يا رب، هي الفلوس اللي كانت في ايدي راحت فين؟ يا نهار اسود، والفلوس اللي في جيبي كمان، كل الفلوس اللي معايا اختفت. ما تجيب لي يا احمد الفلوس يلا. الفلوس اللي كانت في جيبي كلها اختفت يا جماعه. انت هتشتغلنا؟ هي اختفت ازاي يا احمد؟ والله العظيم الفلوس كلها اختفت من جيبي، وشكلي رجعت فقير تاني. يا ابو محمد، يا ابو محمد، يا ابو محمد، انت يا راجل انت اصحى بقى. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. فاول ايه انت بتصحيني من النوم ليه؟ عايز ايه؟ اصحى، انت نايم ليه؟ كده مش هيتقبل لك صيام يا راجل انت. عايزه مني يا وليه انت؟ ما تسيبيني نايم، مانيش قادر، انا تعبان. والله ما انا سايبك تنام، اصحى علشان تبقى قد الصيام. وحياة امك انت لو ما سبتنيش انام لا تكوني متطلقه النهارده. طلقني كده كده، انا عايز اتجوز واحد غيرك علشان يقدر الملكة اللي معاه، مش انت. ملكه؟ ماشي يا ملكه، اقفلي النور واقفلي الباب ده ويلا اطلعي بره، سيبيني انام، انا دماغي مصدعه وعايز انام. لا مش هخرج يا راجل انت غير لما تقول للناس تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. حاضر يا حاج حاضر. يلا يا حبايب قلبي، عايز كل اللي يشوف الفيديو ده يعمل لايك للفيديو ويعمل اشتراك للقناة. اعملوا بقى لايك واشتراك للقناة، الولية دي مش هتسيبني في حالي وانا عايز انام. يلا تصبحوا على خير. ايه يا محمد يا اخوي، هتفضل قاعد في الشارع كده؟ مش يلا نطلع البيت؟ يا ملك انا لو طلعت لابوك دلوقتي هيمسكني هيموتني من الضرب، وانا والله العظيم ما انا ناقص. يا محمد يا اخوي تعالى نطلع بس، وان شاء الله ما هوش هيضربك. لا يا مالك اطلع انت البيت، هو انا هروح عند اي حد من اصحابي افطر عنده النهارده، لان انا مش هطلع البيت النهارده خالص. انا مش هطلع غير معاك يا محمد يا اخوي. لا يا مالك ما تشغلش بالك بيا، يلا روح انت على البيت بقى. لا يا محمد يا اخوي، انا ماليش هطلع من غيرك. ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ خد كده شوف الورقه دي يا محمد يا اخوي. ورقة ايدي يا مالك. كل سنة وانتم طيبين. النهارده عاملين لكم مسابقة تحدي سباق الاسكوترات، والفائز هيكسب بلاي ستيشن 5. ميعادنا النهارده، مستنيينكم. بتفكر في اللي انا بفكر فيها يا محمد يا اخويا؟ ايوه يا مالك يا اخويا، انا عرفت خلاص دلوقتي انا هرجع البيت ازاي.
انا عايزك دلوقتي تطلع تجيب مفتاح السكوتر بتاع ابوك علشان نروح التحدي ده ونكسب بقى البلاي ستيشن، واخد البلاي ستيشن اطلع اديه لابوك عشان يرضى يسيبني في البيت. قشطة يا محمد يا اخوي، يلا بينا. احمد يا احمد. نعم يا سما، في ايه؟ سيبيني في حالي وحياة ابوك دلوقتي عشان انا مخنوق فيها اللي مكفيني. سيبك من الهبل بقى ده يا احمد اللي انت جيت وقلتهولي. شفت المسابقة اللي معمولة النهاردة؟ مسابقة ايه ده يا بت؟ خد اقرأها وانت هتعرف. وريني كده. كل سنة وانتم طيبين. النهارده عاملين لكم مسابقة تحدي سباق الاسكوترات، والفائز هيكسب بلاي ستيشن 5. ميعادنا النهارده، في انتظاركم. طب ما حلو قوي الكلام ده. بت يا سما، جهزوا الاسكوتر بتاعنا ده النهارده علشان هنكسب انا وانت البلاي ستيشن 5 ده. يلا بينا بقى يا احمد يا اخويا. انا هروح كده يا حاجه اجيب عصير قصب علشان نشربه على الفطار. ايه ده؟ مفتاح السكوتر فين؟ انا كنت حاطه هنا. انت بتدور على ايه كده يا راجل انت؟ مفتاح السكوتر بتاعي فين؟ انا كنت سايبه هنا قبل ما انام. وانا ايش عرفني يا حاج؟ انا ما شفتش المفاتيح دي فين. ممكن يكون نسيته تحت في السكوتر. انا نازل اشوفه، ممكن يكون في المكنه تحت. هما كل اصحابي راحوا فين؟ ايه الورقه اللي هناك دي؟ سكوترات دي لعبتي، انا اروح اقدم فيها عشان هكسب. يا نهار اسود، السكوتر فين؟ انا كنت راكنه هنا. ايه ده؟ النهارده عاملين لكم مسابقة تحدي سباق الاسكوترات. يا ولاد الكلب، انا عرفت هما فين دلوقتي. خدوا السكوتر وراحوا المسابقة العطلة دي. ده هيطلع عين ابوهم النهارده. احمد وسما واوكا دخلوا معانا التحدي يا محمد يا اخوي، عايزك تكسبهم. ما تقلقش يا ملك يا اخوي، هكسبهم يعني هكسبهم. واخده بالك يا بت يا سما؟ الولا محمد واخوه دخلوا معانا المسابقة. عايزك تكسبهم يا احمد. احمد سما، انا جايب سكوتر زي بتاعكم اهو، انا هكسب البلاي ستيشن وهكسبكم كلكم. 3 2 1 go. الله عليك يا محمد يا اخويا، ده انت سبقتهم كلهم. يلا روح على خط الفوق. كسبنا. الله عليك يا محمد يا اخويا. بابا استنى بس يا بابا، انا هفهمك على كل حاجه. والله انا كسبت والله. نهايتكم على ايدي النهارده. تعالوا لي يا ولاد الكلب. امسك جبل يا ملك يا اخويا. والله ما اسيب. تعالوا لي.